السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملت لكم كوكتيل بالبسكوت طعمه خرافة بجد بجد. كلنا في الصيف بنبقى محتاجين للعصاير اكتر من الاكل. اغلبيتنا ما بيجريش على الاكل زي ما بيجري على العصائر والمية الساقعة، صح ولا انا غلطانة؟ تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا انا هكبهولكوا اهو في الخلاط، من الكبه قدامكم او الخلاط. بصوا شكله وطعمه خرافه. على فكره في حاجات كتير جوه الشفشق ده، مش زي ما انتوا شايفينه كده ولا حاجه، بالعكس ده طعمه خرافه وشكله جميل. والله انا عاوزه تاني واشتقت ان اعمل تاني دلوقتي. تمام. انا بزينه ببسكوت وقطعه شوكولاته وكمان بسكوت ساده، اسمه فواكه، اسمه كوكتيل البسكوت الساده. بس بجد بجد طعم خرافه. لو في بسكوت لوتس كان هيبقى احلى واحلى، بس انا ما بحبش اللوتس، وكمان هنا في المنطقه اللي احنا فيها ما فيش لوتس. يعني انا دقت اللوتس ده مره او اتنين ما حبيتوش قوي. احط كام قطعه شوكولاته بايدك تزيني باللي انت عاوزاه. تمام. وبسكوته تاني اهي كمان يا ستي، والشفاطه. واشربي كده، اقعدي كده جنب الموبايل او جنب اي حاجه بتحبيها، تحت التكييف او المروحه، واشربي براحتك بقى. بصوا الجمال. تعالوا نشوف بقى. عندي موزتين. لو انت عندك موزتين خلاص هيبوظوا، تعالى اقولك تعملي بيهم ايه. وبسكوت ساده. تمام. يعني بصوا اي بسكوت عندك، يعني مش شرط نوع البسكوت. طيب احنا هنعمل ايه يا ايمي؟ تعالوا هوريكم هنعمل ايه. هجيب الكبه او الخلاط اللي يعجبكم، اللي قريب لقلبكم طبعا. واللي اسهل ليكي، يعني اللي اسهل ليكي هاتيه. بجيب الكبه وبجيب السكينه وهقطع الموز. طبعا الموز ممكن تقطعيه بايدك، بس يعني الواحد بيستسهل لان انتوا عارفين ان الموز طري. بس عاوزه اقول لكم من الفواكه الحلوه جدا. كمان عاوزه اقول لكم ان تنفع دايت لو البسكوت دايت، وكمان مفهوش اي سكر. انا مش حاطه السكر، معتمده على البسكوت واللبن بس في السكر. عندي كوبايه لبن اهي. طبعا اللبن انا بوريكم شكل الكوبايه، الكميه اللي انتوا عاوزينها. يعني كوبايه لبن كوبايتين، الكميه اللي انت عاوزاها على حسب اللي انت هتعملي له. تمام. هضربهم كويس جدا. انا مش هحط سكر زي ما انتوا شايفين. بظبط الكبه، هضربها كويس. الكبه دي عندي من زمان والله، واصيله جدا. انا لو قلت لكم داخله في 10 سنين تقريبا او اكتر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هبتدي احط البسكوت الساده زي ما انتم شايفين. الكبه دي اول ما ظهرت انا جبتها وقاعده معايا من فتره طويله. حط البسكوت الكميه اللي انت عاوزاها. يعني انا تقريبا حطيت مش عارفه 5 أو 6 بسكوتات عشان البسكوت ده صغير، لكن لو عندك بسكوت كبير حط 4. تمام. هضربهم كويس جدا. هو اساسا اول ما هيبتدي الخلاط يضرب البسكوت هيدوب من غير ما تكسريه ولا حاجه، حتى لو البسكوت اكبر من كده وانشف من كده. اللبن، لان اللبن كمان ساقع. هحط قطعه شوكولاته، قطعتين زي ما انتم شايفين. تمام. وهضرب كويس. طب هتحط ايه تاني يا ايمي؟ هحط كيس فانيليا عشان يديله ريحه وطعم. انا كنت عايزه احط كيسين، ولكن هي كوبايه واحده فمش محتاجه يعني. تمام. واحط كيس الفانيليا. وقع، يلا مش مهم. وهضربه في الخلاط تاني. هضربهم تاني زي ما انتم شايفين لحد ما ينعم. هو اساسا مش محتاج يعني ضربتين والخليط كله ناعم جدا، والبسكوت داب جدا. والله العظيم كان طعمها حلو جدا. على ضمانتي جربوه مش هتخسروا حاجه. لو عاوزين بقى تحطوا مثلا قهوه، لو عاوزين تحطوا نكهات تاني او فاكهه تاني برضو براحتكم. ده اللي كان موجود عندي وده اللي انا عملته. هبتدي بقى احطه في الكوبايه. بصوا شكله، يعني بشويه موز وبسكوت عملنا احلى كوكتيل. كوكتيل البسكوت الساده بس بجد خرافه. بصوا بقى، قطع البسكوت ديت بتدي طعم، وانت بتشفطي بالشفاطه طعم تاني وشكل تاني. زوديني طبعا. لو الفكره عجبتكم بالله عليكم تعملوا لي لايك وتشتركوا عندي في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. بحبكم كتير جدا. بحب اني انا انزل لكم كل اللي عندي، بحس ان انتوا عيلتي، واني انا بتكلم مع حد شايفني وسامعني كويس جدا. ارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين قطعتين الشوكولاته زي ما انا عملت في اول الفيديو. قطعتين الشوكولاته والبسكوته. ايه رايكم؟ يلا بقى حط لي لايك
وتعالوا اتفضلوا معايا زي ما انتوا شايفين. وادي الشفاطة، واشربي بقى يا ستي وانت ايه، وانت متهنية بالكوكتيل. تمام، ايه رأيكم؟ انا بقرب لكم كمان اهو بالموبايل، كنت هشرب بس ما عرفتش لان التليفون كان في ايدي. تمام، قلبتيه كده في بعض وخلاص. كل اللي اقدر اقوله لكم مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. مع السلامة.